السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم العيش البلدي وهنسويه من غير فرن خالص. هسويه معاكم على عين البوتاجاز من فوق، والعيش كله اللهم بارك بيرتفع وكمان طري جدا بعد السوا. يا ريت بس تتابعيني علشان فيه خطوات مهمة جدا، وكمان انا عجناه بالخميرة الطبيعية اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده في البيت. انا عايزاكي بقى تجربيه لو ما بتعمليش العيش البلدي. هي طريقته سهله جدا من غير مطرحه ومن غير فرن، والعيش اللهم بارك بيرتفع كله، وتسويه المصفى احلى من الفرن بكتير. تابعي بقى الخطوات علشان في خطوات مهمه جدا علشان العيش كله يرتفع معاكي. ويا ريت لو اول مره تشوفيني يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناه علشان يوصلك مني كل جديد. يلا بقى نشوف الطريقه المظبوطه، بس في الاول هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انا هعمل معاكم بخميره طبيعيه انا عاملاها في البيت، عاملينها كده بميه ودقيق، عملناها مع بعض على القناه. اللي عايز بقى يشوف فيديو الخميره موجود على القناه. طبعا ضفت بقى 50 جرام وضفت معلقه سكر علشان تنشط معايا الخميره، وهقلب كده بالمضرب واشوف الخميره نشطه ولا لا. شايفين بقى الفقاعات اللي اتعملت في قلب الخميره؟ يبقى كده الخميره نشطه. لو ما فيش خميره بيره عندك هتضيفي بقى 10 جرام خميره فوريه. هضيف بقى كده 6 معالق كبار دقيق مع الخميره. يعني انا كده هربي خميره علشان اعجن بيها. الدقيق اللي انا ضايفاه مع الخميره 100 جرام، وضفت في الاول 50 جرام خميره، يبقى كده 150 جرام. ربيتهم كده علشان اعجن بيهم كيلو دقيق. بس بعد ما تخمر العجينه هنا سايله، هغطيها وهسيبها لما تخمر. العجينه انا عملتها سايله علشان تطلع معايا بس بسرعه. بعد كده انا نخلت الدقيق، والدقيق اللي انا هعمل منه النهارده العيش البلدي دقيق اسمر، مش ضايفه معاه دقيق ابيض خالص، يعني دقيق مدعم. نخلته وطلعت منه النخاله. وبعد كده ضفت معاه نص معلقه ملح، ونزلت ب 400 جرام ميه في الاول، والميه تكون دافيه. هقلب في الدقيق، واول ما الدقيق بيختفي بوقف بقى ميه علشان قلبت العجينه على اليابس. عجينة العيش البلدي اعجنيها في الأول على اليابس، وبعد كده طري فيها شوية شوية. العجينة ما شاء الله هتظبط معاكي بسرعة، وكمان هتلاقي العيش كله بيرتفع معاكي. مفيش ولا رغيف مش هيرفع معاكي خالص. شايفين بقى شكل الخميرة؟ ما شاء الله مليانة فقاعات بعد ساعة ونص. هي المفروض تقعد معانا كده 6 ساعات، بس أنا عاملاها عجينة سايلة علشان كده خمرت معايا بسرعة. الخميرة الطبيعية اللي احنا عاملينها في البيت بتربي خميرة قبليها ب6 ساعات. العجينة بقى بتكون يابسة، بتخمر معاكي فبترفع معاكي المعجنات. اي معجنات هتعمليها هتلاقيها خمرت معاكي بسرعة، بس انا علشان مستعجلة ما خليتهاش كده الا ساعة ونص. وضفت الخميرة في اول العجن كده علشان كانت لسه العجينة يابسة. ما ينفعش خالص ان انا اطر العجينة وارجع اضيف الخميرة علشان هي الخميرة اصلا سايلة. خلي بالك بقى من خطوة زي كده لو عملت الخميرة سايلة. وانا في اول العجن العجينه كانت بتتقطع معايا، بس في نهايه العجين هتشوفوها معايا العجينه ما شاء الله هتكون اتخدمت. يعني لو لقيتيها بتتقطع معاكي ما تقلقيش خالص، لتي في العجينه. وكل ما تحتاج معاكي ميه انزلي واحده واحده، يعني ما تطريش العجينه مره واحده. اللهم بارك. بعد ما ضفت الخميره انا بدات ان انا كده اطري فيها مكان الخميره، كمان جبت الميه وبقت اطري فيها. وشايفين انا طربخت كمان العجينة علشان تعمل معايا كده فقاعات، وتدخل نسبة هوا جوه العجينة والعيش كله يرتفع في الاخر. لو مش هتعرفي بقى تطربخي العجينة يبقى شيلي كده في العجينة واخبطي شوية لحد ما قوام العجينة كله يكون واحد معاكي، يعني يكون كله ملمسه واحد، ما يكونش جنب تخين في العجين وجنب كده بيتلزق جامد. كده بعد ما ظبطنا العجينة واخدت معايا 600 جرام، بس انا عاملة دي مدعم يعني بياخد مية كتيرة. لو هتعمليه دي زيرو او تخلطي دي زيرو مع دي اسمر مش هياخد معاكي مية كتيرة. نخلي بالنا يا جماعة من خطوات العجين، يعني نعجن العجينة يابسة ونحتاجت معانا مية ننزل واحدة واحدة ونطر العجينة واحدة واحدة علشان بس نوصل للقوام العجينة في الاخر يكون مظبوط. انا جبت بقى طبق فيه دقيق وطبق فيه نخالة، ورشيت الصينية اللي انا هقطع فيها بالنخالة. ولو ما عندكش نخالة اشتغلي بدقيق عادي خالص. بعد كده هتقطعي بقى الكمية كلها وتظبطي القطع على حسب ما انت عايزاها. انا عملتها كده قد الليمونة الكبيرة، لو عايزاها انت بقى اصغر او اكبر من كده دي يرجع لك انت في الاخر. اهم حاجة توسعي بعيد عن بعض علشان لسه هيخمر. وكمان الصينية اللي انت هتعمليها هتغطيها على طول يا بكيس يا بفوطة مطبخ، علشان بس ما تعملش معاكي طبقة ناشفة على وش العجين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت بقى لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حطوا لايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. واهم حاجة ساعة ما نفرد الرغيف ما نخلوش يلزق معانا على الحاجة اللي احنا بنفرد عليها. يعني نرش رشة نخالة كده حلوة او دقيق لو ما عندكش نخالة، وما تخلوش يلزق معاكي. وما تخليش بقى جنب رقيق في الرغيف وجنب تخين، نخليه بقى على قد ما نقدر ان هو يكون مدور وكمان سمكه يكون واحد.
العيش بقى تيجي تسويه هيرتفع كله مرة واحدة. اللهم بارك، العيش النهاردة سهل جدا للمبتدئين، وكمان اي حد ما عندوش فرن ولا مطارح. وينفع بقى لو انت في اي مكان تعمليه، يعني لو قاعدة في مصر او برا مصر ينفع تعمليه، لان طريقته سهلة جدا وسريعة، وتقدري بقى تعملي كميات كبيرة وتفرزيها. اهم حاجة بقى تفرشي ملاية كده على الطبلية او على ترابيزة، وتوسعي بعيد عن بعضه علشان هنغطيه وهنسيبه لما يخمر. واهم حاجة وقت الخمر، يعني منستعجلش عليه خالص ونقوم نسويه، قال لما نلاقيه اختمر وحجمه زاد. انا كده خلصت الكمية، هغطيها وهسيبها لما تخمر. اخد معايا كده ساعة الا تلت، هي في الشتا بياخد وقت، اما لو في الصيف كان هياخد نص ساعة بس. قمت بقى كده شغلت البوتاجاز وحطيت عليه المصفى، وسبت لما المصفى سخنت وطيت خالص النار. في الاول كده هنشمع الرغيف، انا عرفت لك التصوير علشان بس يكون كل حاجة واضحة قدامكم. وكمان انا في الاول كنت بشمع الرغيف في الطاسة، وبعد كده بكمل التسوية على المصفى. النهاردة انا بشمع وبسوي الرغيف على المصفى، واللهم بارك هي نفس التسوية، والعيش كله بيرتفع. ساعة بقى ما تشمعي الرغيف هتهدي النار خالص، وما تقلبيش الرغيف للجنب التاني الا لما تلاقي لون العجين اختفى. بعد كده بتقلبيه بقى للجنب التاني، بتلاقي الرغيف ارتفع. وشايفين بقى من اول رغيف اللهم بارك تسويته تحفة، وريحة العيش البلدي اللهم بارك ملت معايا المكان، كأني كده بخبز في الفرن. الرغيف ارتفع وطري بعد السوا، وكمان سوا من فوق ومن تحت بجد تحفة. وبعمل معاكم كمان تاني رغيف، اول ما لقيته شمع رحت قلباه للجنب التاني. لو لقيتي اول رغيف معاكي منفض، اصبري بقى عليه شوية وارجعي اخبزي النفطة اللي هي بتخلي سمك الرغيف رايق قوي من فوق وتخين من تحت. بس ما شاء الله من اول رغيف سمكه من فوق زي سمكه من تحت. وبسوي معاكم تاني رغيف. اللهم بارك، شايفين بقى التسوية؟ رغم ان الرغيف ده فيه فتحة كده على الجنب، بس رفع معايا وارتفع. يعني استحالة ان انت تعملي عيش المصفى وما ينفخش معاكي. تسويته اللهم بارك تحفة. وبسوي معاكم تالت رغيف، وبوريكي ان لون العجين بدأ يختفي. شايفين بقى التسوية يا جماعة؟ اللهم بارك بتتكلم عن نفسها. احلى بقى من اللي احنا بنبقى خابزينه في الفرن. اهم حاجة ان احنا نظبط الخطوات علشان النتيجة تطلع في الاخر معاكي زي ما انت شايفاها كده، طرية، تسوية اللهم بارك تحفة. اهم حاجة العجينة المظبوطة. وتاني خطوة الفرد نظبطه مظبوط علشان العيش يرتفع معانا. وتالت خطوة ان احنا نصبر ما نقومش نسوي الا لما نلاقيه اختمر. والخطوة الاخيرة ان احنا نظبط التسوية، يعني نوطي النار واحنا بنشمع الرغيف علشان تطلعي الجمال اللي انت شايفاه. اللهم بارك، العيش بيتكلم عن نفسه، مش محتاجة ان انا اتكلم عنه. انا متأكدة دلوقتي ان انت عايزة تقومي تجربيه. يلا بقى قومي جربي حتى لو في نص كيلو. العيش بجد طريقته سهلة، وتقدري تعمليه في اي وقت. واللهم بارك تقدري تعملي كمية وتفرزيها. بجد العيش تحفة وتسويته ممتعة جدا. وكمان استحالة ان انت تعملي العيش وما يرتفعش معاكي خالص. العيش كله هيرتفع وكمان هيبقى طري. والرغيف بقى اللي بتسويه هتبقى تغطيه، بس انا عشان خاطر التصوير فبوريكم بس التسوية. اللي هتعمليه هتغطيه على طول بالفوط علشان يبقى معاكي طري. شايفين بقى التسوية؟ اللهم بارك تحفة. هكمل بقى بقية التسوية كلها بنفس الطريقة، بس هوريكي اخر رغيف معايا. المصفى بقى ما بتتحرقش خالص علشان النار هادية خالص، يعني من اول رغيف لحد اخر رغيف المصفى مش هتتحرق معاكي خالص. بس يا ريت المصفى تكون ألمونيا ما تكونش ستانلس، علشان الاستانلس هتغير بس شكلها من النار. اللهم بارك، شايفين بقى شكل الرغيف اول ما قلبته بقى للجنب التاني؟ الفتحات بقى اللي هي في المصفى بتطلع درجة حرارة بتخلي بقى الرغيف يستوي مظبوط، كأنك خبزاه في الفرن. يعني لو شلتيه وفرستيه استحالة ان هو يعجن معاكي، وهتطلعيه من اول رغيف لحد اخر رغيف العيش كله هيبقى مظبوط. اللهم بارك، انا بوريك بقى الكمية في الاخر، وكمان نشوفه من جوه. شايفين بقى سمكه من فوق زي من تحت. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تدعميني بلايك واشتراك للقناة. مستنيني في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.